حلقتنا النهارده بتتكلم عن دور الثمانية ومنافسات دور الثمانية لأفضل فيلم دور رئيسي للفنان محمد هنيدي. وأنا اخترت 8 أفلام اللي هينافسوا معانا. أول فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، تاني فيلم تيتا رهيبة، تالت فيلم معسكر في معسكر، رابع فيلم فول الصين العظيم، خامس فيلم وش إجرام، سادس فيلم يا أنا يا خالتي، سابع فيلم رمضان مبروك أبو العالمين حمودة، ويا جماعة أنا بحب الفيلم ده، تامن فيلم هو عندليب الدقي. وبالمناسبة إن أنا أطلع أصلا 8 أفلام للفنان محمد هنيدي، هو عامل أفلام كتير طبعا كويسه جدا وتحفه، بس طبيعي ان في افلام مش بيبقوا ماستر بيس او مش افضل حاجه في الدنيا. فالمهم احنا دلوقتي هنعمل قرعه، بس قبل ما اعمل قرعه يا ريت كل واحد يتوقع الفيلم اللي هيكسب ويكتبه تحت في اللحظه دي في الكومنتات، ما تكتبوش في اخر الفيديو وتخم وتعمل الكلام ده، اكتبوا دلوقتي حالا في الكومنتات تحت الفيديو. فالمهم يلا بينا نعمل قرعه. المهم انا دلوقتي عملت القرعه في بتاعتنا الجميله دي، فهنختار دلوقتي الماتشات. اول ماتش معانا هو فيلم عسكر في المعسكر. فيلم عسكر في المعسكر هيلاعب فيلم ايه؟ فيلم عسكر في المعسكر هيلاعب فيلم رمضان مبروك ابو العالمين حموده. ده اول ماتش معانا. بعد كده نختار اول فيلم في تاني ماتش. اول فيلم في تاني ماتش هو فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه. ده ماتش هيبقى تقيل ان شاء الله. صعيدي في الجامعه الامريكيه هيلاعب فيلم وش اجرام. لا بصراحه محسومه، يعني هو اول ماتش بس، يعني لحد دلوقتي مش عارف قوي مين اللي ممكن يكسب فيه. انا بحب الفيلمين بس تاني ماتش محسومه شويه. بعد كده نروح على الجهه التانيه، وتالت ماتش هو تيتا رهيبه. اول فيلم فيه هيلاعب تيتا رهيبه هيلاعب ايه بقى؟ تيتا رهيبه هيلاعب عندليب الدقي. ماشي، فيلم لذيذ او ماتش لذيذ يعني. اخر ماتش معانا اول فرقه فيه فول الصين العظيم. فول الصين العظيم هيلاعب يا انا يا خالتي. ده ماتش حلو، فول الصين العظيم وانا يا خالتي، ده ماتش بالنسبه لي حلو. نبتدي اول مباراه. اول مباراه هي عسكر في المعسكر ضد رمضان مبروك ابو العالمين حموده. انا عارف ان فيلم رمضان مبروك ابو العالمين حموده مش كل الناس بتحب او معتبره فنان كويس، بس هو بالنسبه لي ليا ذكريات معاه كويسه قوي، وزايد ان هو بالنسبه لي ضحكني. انا مش عارف ليه الناس بتقول ان هو مش بيضحك، لا هو بيضحك وكويس، فيلم لطيف، فيلم خفيف، الاحداث اللي فيه حلوه وبتشد. في كوميديا محمد هنيدي جميله، بس طبعا قبل السقوط اللي في الفتره الاخيره. انا طبعا بحب الفنان محمد هنيدي جدا، بعشقه حرفيا، من فنانين طفولتي. الفتره الاخيره سمعت ان هيبقى في زي ترابط او فيلم مشترك مع منى زكي برعايه تركي آل الشيخ، وده انا متحمس له جدا بصراحه. ممكن يرجعوا على التراك، يعني ممكن ده بنسبه كبيره يرجعوا على التراك، واتمنى ده من كل قلبي. المهم خلينا في الماتش بتاعنا. عسكر في المعسكر بقى بدايه الفنان ماجد الكدواني. انا بعشق الفنان ماجد الكدواني طبعا، يعني ماليش ترابط قوي بصراحه مع عسكر في المعسكر، بس فاكر ان هو كان فيلم تحفه، كان فيلم حلو قوي، وبيتكلم عن الدار بصوره او باخرى، وبيتكلم عن قضايا يعني. ورمضان مبروك برضو بيتكلم عن قضايا مهمه. فبصراحه يعني ممكن في الماتش ده اكسب عسكر في المعسكر. اول فيلم يوصل معانا لدور نص النهائي. بعد كده نروح على الماتش اللي بعديه اللي هو يعتبر اسهل ماتش ومش هتعب قوي في اللي انا اختار، هو صعيدي في الجامعه الامريكيه ووش اجرام. صعيدي في الجامعه الامريكيه ده فيلم يا جماعه خطير قوي وجامد قوي، وكان بدايه محمد هنيدي، وكان بدايه احمد السقا، وكان بدايه هاني رمزي. طلع علينا فنانين كبار بنحبهم جدا للدنيا، يعني حرفيا طلعهم كده اللي هو خد فنانين وبتاع. وهو السبب، يعني ان ايه، هو السبب في السينما بتاعتنا لمده 10 سنين قدام ولا حاجه من وقتها يعني. فلا يعني طبعا فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه، مع ان فيلم وش اجرام كويس وفيه كوميديا وبيضحك وحلو، بس مش اكتر فيلم بحبه بصراحه، مع ان انا عارف ان في ناس كتير بتحب الفيلم ده اكتر فيلم، بس مش اكتر فيلم بحبه. فكده صعيدي في الجامعه الامريكيه هو التاني فيلم يتاهل معانا لنص النهائي. بعد كده نروح بقى على ايه، على الجهه التانيه. اول فيلم في الجهه التانيه تيتا رهيبه وعندليب الدقي. الفيلمين مش افضل فيلمين للفنان محمد هنيدي، في افلام افضل منه بكتير قوي. انا بالنسبه لي بحب تيتا رهيبه على فكره. ناس كتير بتقول ان هو بدايه سقوط محمد هنيدي وكذا، بس انا لا، انا بالنسبه لي كنت بحبه وحاسه فيلم كويس، فيلم كويس كويس يعني. وضحكني، وباسم سمره فيه كان دوره حلو، وفي حاجات بتعلق مع الناس، حبيته. بس فيلم عندليب الدقي لا، مش بحبه قوي ومش مترابط معاه قوي، مع انه فيلم برضه كويس وفيلم لذيذ قوي وفيلم فيه قضيه برضه بالنسبه لي. انا عارف ان انا هتهاجم بسبب الحركه دي، بس فيلم تيتا رهيبه هو اللي يكسب معانا ويوصل لدور نص النهائي. بعد كده هنا يا خالتي وفول الصين العظيم، دول من البيك بتاع محمد هنيدي حرفيا. ده البيك بالنسبه لي بتاع محمد هنيدي. اكتر فتره فيه محمد هنيدي كان نشيط وبيشتغل بطريقه كويسه وبيشتغل افلام كتير حلوه وعامل مجهود وعامل افلام تحب، ووقتها كان الناس بتحب قوي تخش السينما في الافلام دي. فول الصين العظيم بالنسبه لي هو نص فيلم كويس، النص التاني ما كنتش بحبه. نص فيلم كويس اللي هو بدايه محمد هنيدي وعلاقته مع اهله والكلام ده كله لحد ما سافر. بصراحه بعد السفر في احداث كويسه وفي ليه
وفي حاجات بالطريقه دي كويسه، مش بقول ان هو وحش، لا هو كويس جدا، محمس جدا وبحبه جدا، بس لا يقارن مع الجزء الاول والاحداث بتاعت الجزء الاول. بصراحه فيلم انا يا خالتي بقى فيه تفاصيل وفيه احداث، وفيلم بحبه قوي بصراحه، فهو بالنسبه لي ماتش صعب يعني. ده اصعب ماتش بالمناسبه في دور الثمانيه، هي انا يا خالتي ولا فول الصين العظيم. اعتقد ان انا هكسب فول الصين العظيم، يعني انا بحب فول الصين العظيم اكتر. بعد كده نخش على اول ماتش في دور نص النهائي، صعيدي في الجامعه الامريكيه وعسكر في المعسكر. لا يعني هي محسومه بالنسبه لي بصراحه، صعيدي في الجامعه الامريكيه هو اللي يكسبها. صعيدي في الجامعه الامريكيه افضل بكتير من عسكر في المعسكر. كده اول فيلم يوصل معانا للنهائي هو فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه. وبعد كده الماتش اللي بعديه تيتا رهيبه فول الصين العظيم. ماشي، تيتا رهيبه فيلم حلو وجميل وكل حاجه، بس مش لدرجه فول الصين العظيم برضه. يعني خلينا متفقين ان تيتا رهيبه فيلم جميل وفيلم كويس واحداثه كويسه ومشجعه، بس لا فول الصين العظيم في حته تانية. ليك بتاع محمد هنيدي برضه كلام بالطريقه دي فرق. يعني فول الصين العظيم هو تاني ماتش يوصل النهائي ضد صعيدي الجامعه الامريكيه. الفيلمين جمال، بس الفرق الوحيد بالنسبه لي، او في فروقات تانية كتير، بس الفرق بالنسبه لي المهم صعيدي في الجامعه الامريكيه هو فيلم من اوله لاخره فيلم كويس وفيلم يتشاف وفيلم يتحب وفيلم تحفه. فول الصين العظيم زي ما قلت هو نص فيلم كويس. فاللي يكسب معانا منافسات دور الثمانيه لافضل فيلم للفنان محمد هنيدي هو فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه. دي نهايه الفيديو. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل. اشوفكم على خير في حلقات كتير جايه.